السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى ولاد وأحلى بنات، ولاد وبنات الصف الثاني الابتدائي. النهاردة هنحل مع بعض الكتاب المدرسي لغة عربية للصف الثاني الابتدائي، المنهج الجديد لعام 2024، الطبعة الجديدة اللي محذوف منها أو المخفف، مش المحذوف، المخفف. هنشرح مع بعض وهنحل مع بعض درس نيل مصر. نيل مصر فكر نشاط، فكر وعبر بالرسم عن نيل مصر. هنرسم أي صورة بتخيل التلميذ. هنرسم مثلا نهر النيل، وده باللون الأزرق، وده كده الحتة دي باللون الأخضر، مزروع على ضفاف أو على جانب نهر النيل شجر وورد مثلا وثمار، وانا كطفل ولد او بنت ارسم نفسي وانا ماشي على ضفاف النيل، او اي رسمه تانية باي تخيل التلميذ. كفايه ان هو يعمل نهر النيل كده 7 8 وخلاص. تمام. رقم 2، اقرأ واكتشف. نشاط ألف، صل كل كلمة بمعناها. في قاع البحر أسماك جميلة. في قاع يعني ايه؟ يعني تحت. في قاع البحر يعني تحت البحر او اسفل البحر او جوه البحر من تحت خالص. في قاع البحر أسماك جميلة اهو. طيب قاع هنا يعني ايه؟ اسفل. قاع يعني اسفل. صنعت بالطمي طبقا من الفخار. طبقا من الفخار. صنعت يعني انا عملت او فعلت. بالطمي يعني عملت بالطمي او شكلت بالطمي، يعني طبق من الفخار. طمي هنا يعني ايه؟ طمي هنا يعني الطين. احب السير على شط النهر. السير يعني ايه؟ يعني المشي. احب السير على شط النهر. شط يعني جانب النهر. شط يعني جانب النهر او البحر. يعيش البشر في بيوت مختلفة الاشكال. يعيش البشر. البشر يعني ايه؟ يعني ناس او انسان، جمع انسان، ناس. طيب نشيد نيل مصر. نيل مصر. النيل في مصر من فوقه القمر، في قاعه طمي يجري به الخير، في شطه زرع من حوله الثمر، احفظه يا ربي يسعد به البشر. تاني، نيل مصر. النيل في مصر من فوقه القمر، في قاعه طمي يجري به الخير، في شطه زرع من حوله الثمر، احفظه يا ربي يسعد به البشر. نشاط ب، أكمل ما يلي. رقم 1، تتحدث الأبيات بتتحدث عن ايه؟ النيل. تتحدث الأبيات عن النيل. رقم 2، النيل فوقه القمر. النيل فوقه القمر، وفي قاعه طمي، وفي شطه زرع حوله ايه؟ الثمر. رقم 3، ندعو الله ان احفظه يا ربي. يبقى ندعو الله ان يحفظه. النيل ده اسم ايه؟ ده اسم نهر النيل. النيل. اللام هنا لام ايه؟ شمسية ولا قمرية؟ لا شمسية. النيل ما نطقتهاش. النيل في مصر. في هنا حرف ايه؟ في دي حرف جر. مصر اسم مش فعل. من فوقه القمر. القمر اللام هنا لام قمرية. القمر جمع القمر ايه؟ الأقمار. في قاعه طمي. في برضو حرف الجر. قاعه طمي يعني طين.
يجري به الخير. يجري ده فعل مضارع أولها ياء، يبقى ده فعل مضارع. به الخير، الخير عكسها الشر. الخير لام قمرية وعكسها الشر لام شمسية. في شطه زرع. الشط اللي هو ايه؟ الشط اللي هو جانب النهر، يعني النهر كده وهو ايه جانبه، يعني معاه كده جنبه. في شطه زرع يعني على جانبي نهر النيل زرع. من حوله الثمر، يعني حوالين نهر النيل ثمر كتير، مانجا وموز وخوخ وبرقوق وبرتقال وتفاح. احفظه يا رب، بيدعي ربنا ان ربنا يحفظ مصر ويحفظ نهر النيل، يسعد به البشر عشان الناس تسعد كلهم، لان نهر النيل هو سر الحياة. النيل هو سر الحياة، محدش يقدر يستغنى عن الماء. اقرأ الكلمات نشاط. اقرأ الكلمات وحدد المشترك بينها. قمر، بشر، ثمر. قمر، بشر، ثمر. قمر من كم حرف؟ 3، القاف والميم والراء. بشر من كم حرف؟ 3، الباء والشين والراء. ثمر كم حرف؟ 3 برضو، الثاء والميم والراء. معنى كده ان كل الكلمات دي او الثلاثة كلمات هذه من 3 حروف. نعم، القمر 3 حروف، بشر 3 حروف، ثمر 3 حروف. يبقى عدد الحروف متشابهة، هما الثلاثة عددهم ايه؟ 3 حروف، 3 حروف، 3 حروف، 3 حروف. طيب قمر اخرها راء، بشر اخرها راء، ثمر اخرها راء. هو كاتب هنا المشترك بين الكلمات ايه؟ عدد الاحرف، هنا 3 وهنا 3 وهنا 3 زي ما احنا قلنا. طيب حرف الراء هنا اخرها حرف الراء، يبقى ده ايه؟ نفس نهاية الكلمة، نفس نهاية الكلمة، يعني اخرها حرف الراء. ايه تاني؟ نفس الضبط. الضبط يعني ايه؟ يعني هنا قمر، بشر، ثمر، اسم عادي، يعني مش هقول مثلا قمر يجعل بس حوله، او قمر من يستعد، لا، يعني لا، في كلهم مثلا اسم، يا اما كلهم فعل يا اما كلهم حرف. انما هنا كانوا كاتبين، هنا كاتبين كلهم اسماء، ما ينفعش اجيب اسم وفعل وحرف. اللخبطه دي لا، مش هيبقى فيه تشابه. ممكن التشابه مثلا في عدد الاحرف بس، انما نفس الضبط، نفس الضبط لا، نفس الضبط لان هما الثلاثه اسماء. نشاط ألف. علم، قلم. اختر الكلمة المناسبة للوزن. الوزن يعني ايه؟ علم، قلم على نفس الوزن، اخرهم تنوين بالضم. علم، قلم. علم عين لام ميم 3 حروف، قلم قاف لام ميم 3 حروف. طيب عايزين نجيب كلمة على نفس الوزن بتاعت علم وقلم. هرم تنفع؟ بيت ما تنفعش. ليه؟ لان هنا اخرها ميم وهنا اخرها ميم، يبقى هرم هي كمان اخرها ميم، بيت مش اخرها ميم. فيل برضو مش على نفس الوزن. يبقى علم وقلم الكلمة المناسبة للوزن هي هرم. طيب رقم 2، أزهار، أشجار. أزهار نفس الوزن بتاع أشجار، آخرها ألف وراء، وهنا آخرها ألف وراء، وهنا أولها ألف وهنا أولها ألف. طيب هنا نبات على نفس الوزن بتاع أزهار وأشجار؟ لا. طب أنهار؟ نعم على نفس الوزن. برتقال؟ لا مش على نفس الوزن، تبقى أنهار. طيب رقم 3، كسور، عطور. كسور، عطور، اخرها واو وراء، وهنا برضو اخرها واو وراء. طب هنا نهر اخرها واو وراء؟
لا مش هي. بحار فيها مد بالالف، لا، او ما فيهاش واو وراء. طب زهور، ايوه هي دي، هي زهور، هي على نفس وزن قصور وعطور. طيب نشاط ب، صل الكلمات المتشابهة في نهايتها. تفاح، أغصان، دجاج، حمار. السطر اللي تحته أو المربع اللي تحته ألحان، قطار، تمساح، زجاج. هنوصل على نفس الوزن، يعني تفاح. فين الكلمة اللي تحت هنا اللي على نفس وزن تفاح؟ آخرها ألف وحاء. هل هي ألحان ولا قطار ولا تمساح ولا زجاج؟ أحسنتم، تفاح على وزن تمساح. تفاح على وزن تمساح. طيب أغصان، أغصان على وزن ايه؟ هي آخرها ألف ونون، والنون عليها تنوين بالضمة، يبقى أغصان على وزن ايه؟ ألحان، يعني ألف ونون، هنا ألف ونون، ولا قطار ولا زجاج؟ أيوة صح، برافو، سامعاكم. أغصان على وزن ألحان. دجاج على وزن ايه؟ قطار ولا زجاج؟ دجاج. دجاج على وزن ايه؟ اخرها الف وجيم، اخرها الف وجيم. وزجاج اخرها الف وجيم. قطار لا مش اخرها الف وجيم، يبقى دجاج على وزن زجاج. طيب حمار على وزن قطار. حمار الف وراء، والراء عليها تنوين، وهنا قطار الف وراء والراء عليها تنوين بالضم، يبقى دي على نفس وزن دي. رقم 5، شارك. نشاط ألف، تحدث مع صديقك عن نهر النيل مستخدما الكلمات الآتية: سر الحياة، خير، ثمر. هنقول مثلا نهر النيل سر الحياة، ويجري به الخير، وعلى جانبيه ثمر. تاني، نهر النيل سر الحياة، ويجري به الخير، وعلى جانبيه ثمر. طيب هنا اكتب بخط النسخ: نهر النيل أطول أنهار العالم. هنكتب نفس الكلام مع التشكيل طبعا: نهر النيل أطول أنهار العالم. وبكده قد انتهينا من درس النهاردة، والحصة الجاية هناخد نموذج وصف المكان. ما تنسوش لايك وشير وتعليقاتكم الجميلة. مع السلامة.